السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الكوميدي المغربي مصطفى الداسوكين ليلة أمس السبت عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض بحسب ما ذكرته الصحافة المحلية. والراحل واحد من أيقونات الكوميديا المغربية، وقد رسخ في ذهن المغاربة بأعمال عدة في التلفزيون والمسرح والسينما قبل أن يختفي عن الساحة الفنية المغربية لسنوات عدة. وولد مصطفى الداسوكين في يوليو تموز 1942 في الدار البيضاء، واستمرت مسيرته الفنية في عالم التمثيل لنحو 40 عاما منذ ستينيات القرن الماضي. وقد دشن مسيرته الفنية من خلال المسرح مع فرق مسرحية أبرزها فرقة المسرح الوطني محمد الخامس وفرقة مسرح اليوم، حيث مزج بين الدراما والكوميديا حينها. وترك الراحل في مسيرة من 4 عقود أعمال أحبها المغاربة، على رأسها الهاربان ودموع الرجال وعائلة سي مربوح ونسيب الحاج عزوز وجنان الكرمة و6 من 60 وخير وسالم والمدير الجديد والضحك فيه وفيه و5 وخميس وشوك السدرة والغالية وشارب عقل وكاري حنكو وإنواقصية والجمرة. لكن الراحل اختفى عن الساحة الفنية منذ 2017 وتوارى عن الأنظار بعد وفاة زوجته وابنه، إلا من ظهور قليل هنا وهناك، مثل تكريمه في مهرجان مراكش للضحك اعترافا بمساره الفني. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.